السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الكلام نسمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله قررنا نعمل مع بعض حاجة حلوة وخفيفة وسهلة، وكلها هنعملها واحنا واقفين مع بعض في مكان واحد إن شاء الله. يلا بينا نشوف. هنعمل بسبوسة. أول حاجة هنبدأ بيها شربات البسبوسة. معايا كزرولة فاضية هحط فيها كوبايتين من السكر، وغالية يعني كنت مشغلة الكتل. هحط دلوقتي، هعاير بنفس الكوباية اللي عايرت بيها السكر 3 كوبايات من المية. هقول لكم كوباية السكر بتاخد كوباية ونص مية، انا هعقد كوبايتين سكر يبقى هحط 3 كوبايات مية سخنة من الكتل. ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب. ودلوقتي هقلبهم مع بعض حلو جدا وهحطهم على البوتاجاز، ويلا بينا نشوف البسبوسه. هدهن صينيه البسبوسه بتاعتي سمنه بالفرشه كل الجناب بتاعتها. هنزل دلوقتي بكيس البسبوسه، انا جايبه كيس بسبوسه بجوز الهند في بوله، وهنزل بكيس من البيكنج باودر، وهنزل بكوبايه زبادي، كوبايه ونص من اللبن. يعني معايا كوبايه زبادي حطيتها، هي نفس كوبايه الزبادي نزلت فيها بكوبايه ونص من اللبن، وهحط بنفس كوبايه الزبادي هحط فيها بالظبط هملاها سمنه، سواء بقى عندك سمنه بلدي سمنه صفرا، بس طبعا لو سمنه صفرا تبقى جميله جدا بيها. دلوقتي عندي معلقتين من القشطه هنزلهم، لو عندك اكتر حطي، تبقى جميله جدا بتخليها طريه وجميله جدا. يلا بينا هنقلبها مع بعض حلو جدا، وما تنسوش تدوسوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب. وبعد ما قلبتها هنزل بيها بالخليط بتاعي كله في الصينيه. بسم الله، ريحتها جميله جدا. ومعايا الاسباتيولا بتاعتي هقلب، هساوي بيها الصينيه. انا دلوقتي الاسباتيولا انا بليتها ميه عشان ايه الدنيا تبقى ماشيه معايا سلسه كده، وهلف الصينيه بايدي التانيه ومولعه الفرن على درجه حراره 200. الشربات بعد ما قعد على النار بالظبط حوالي 10 دقايق عينته، ونزلت بيه بنص ليمونه وكيس من الفانيليا. الليمونه دي اختياري مش اجباري، يعني انت وراحتك. وهرفعه تاني على النار، هيقعد بالظبط على النار حوالي ساعه تلت. فحاولي تبداي بالشربات الاول بعدين البسبوسه. دلوقتي البسبوسه طلعت معايا من الفرن، قعدت بالظبط في الفرن نص ساعه، وولعت عليها الشوايه عشان تاخد وش بس من الفوق، والشربات قعد حوالي ساعه الا تلت. بس لازم الشربات يكون سخن، ولازم البسبوسه بتاعتي تكون سخنه. ودلوقتي هنسقي البسبوسه بالشربات بتاعنا. البسبوسه بتحب الشربات الكتير، انا يعني كل ما تسقيها شربات بتلاقيها بتشربه فزوديه. ودلوقتي بعد لما اسقيها بالشربات بتاعي، وحاولي حاولي توزعي الشربات في كل الجوانب بتاعتك، يعني حاولي وانت بتسقيها الشربات لفي بايدك. وبعد كده هغطيها واسيبها تهدى خالص، وبعدين نقطعها ونشوفها مع بعض. اهي البسبوسه جميله جدا وريحتها جميله. انا عامله طبق بجوز الهند عشان عندي بنتي بتحبه جدا. يا رب تكون عجبتكم وتكون كنت ضيفه خفيفه عليكم. وان شاء الله نفضل مع بعض على طول ويوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.